بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. باذن الله اليوم بتاعنا النهارده زي ما انتم شايفين كده، حبيت اصور لكم بس اجواء الخضره. انا كنت رايحه اشتري كرنب وعجبني الخس، إمم، جبت خس ما شاء الله الخس كله حته واحده الخس ده جميل، وملفوف كده، شكله جميل قوي يعني. بيفكرني كده يعني هي كانت هنا في سوق باللعبه بتاعه المزرعه السعيده اللي كنا بنلعبها على الكمبيوتر زمان. الشتلة نفسها؟ انا نقيت هنا كرنبتين حلوين جدا، وجبت كمان بتنجان. الراجل طلع لحد هناك اهو، والله كان بيجيب لي بتنجان وفلفل عشان احشي. وانا دايما بحب اجيب حاجات المحشي من الغيط، من الاراضي يعني، علشان تبقى صبحه كده بصبحه، إمم، بتبقى مسكره مسكره فعلا يعني. كان معايا طب بُصّي عمر راح لحد فين؟ بيقول لي امي بصي راح لك لحد فين. طبعا زي ما انتم شايفين كده يعني اللي في الاول ده متاخد، فهو دخل بقى يجيب لي اللي ورا. وبرده الخس دوت جاب لي منه ب10 جنيه كده، إمم، حاجه زي السكر يعني، بتاع 6 ولا 7 خصات يعني، بسم الله ما شاء الله يعني. غير طبعا ما تجيبه من السوق. وبعدين يومنا ده كده بدأ الصبح يعني، لما كنا بقى ايه في الارض بنجيب الحاجات بتاعه المحشي. بعد كده طلعنا بقى فوق السطح، قلنا ننضف بقى الفرن كده كويس، من اللي بيبقى فيه هباب كده، بقالنا فتره ما اشتغلناش عليه. انا بقالي كتير ما عملتلكمش فيديوهات، بس معلش بقى سامحوني عشان اليومين دولت في مراجعات للدراسة عندنا، وانا يعني ما شاء الله عندي مريم وعندي عمر وعندي احمد وجودي كلهم في الدراسة. ففي اليومين دولت بقى مراجعات وامتحانات وحاجات زي كده يعني هي دروس شغالة بقى كتير كتير يعني، مضغوطين وانا مضغوطة كمان معاهم يعني. فعشان كده ما بنزلش فيديوهات كتير. فقلت بقى لا، النهارده بقى قومي بقى اطلعي يا ساميه كده بقى، روقي حالك ودنيتك كده، بحيث ان انت لما تيجي تعملي اي حاجه تبقى الدنيا رايقه. ما تشيليش هم ان انت لسه هتظبطي يعني ايه، وتحطي وتعملي كده يعني. فعندي اي حاجه بقى قديمه هرفعها دلوقتي هنا كده، بحيث ان هي تدري الفرن بس عشان الندى بتاع بالليل. وانا هحاول الفتره الجايه ديت احط حاجه كده اغطيه بيها من فوق، بحيث ان لو في نطره في اي حاجه ما تنزلش على الفرن. فاهمين انا اقصد ايه؟ لان بالليل كمان بيبقى في ندى كده نازل بقى يعني لما باجي اطلع الصبح بدري فوق للطيور بلاقي الفرن كله ميه، فده برضه هيبوظهولي. فانا بخاف يعني ايه ان هو يبوظه كده، خساره يعني. هحط دي من فوقها كده عشان تثبت بس كده القماشه اللي انا حطيتها دي، لحد بس ما نشوف حاجه ونحطها كويس يعني، حاجه تكون تقيله حلوه كده. ونحط برضه مشمع ولا حاجه عشان لو الدنيا نطرت. بس هلم دنيتي وهلم حالي، ولو في اي طوب هركنه على جنب. الطوب ده انا بستخدمه في الفرن من جوه لما باجي. انتوا عارفين طبعا الفرن ده بيبقى حامي قوي، ففي حاجات زي كيكات وحاجات زي كده والتورت والجاتوهات، يعني في حاجات بتبقى حساسه قوي، ما ينفعش معاها الفرن الحامي اللي هو بيكون سخن قوي. فانا بحاول اظبط الحراره ازاي بقى يعني، اظبط الحراره. وكمان بحط قالب طوب من هنا وقالب طوب من هنا، واحط شبكه في النص كده يعني الشبكه تسند على قلبين الطوب، بحيث ان انا يعني ايه اهيئه كأنه فرن بوتاجاز، فاهميني؟ وادخل السيجان بقى او الحلل بتاعه التورت عليها، ما تبقاش طايله الارضيه، القاع بتاع الفرن يعني، اللي هي الحديدة اللي بتبقى الصاجة اللي في القعر دي، عشان ما تتلسعش. فانا بحب اخليها وسطنها كده اكنك بتحط في وسط الفرن يعني، على الرف اللي في النص يعني. هنا ده عيش كده ناشف، حبيت المه كله. طبعا بيبقى فيه طيور الصبح، الحمام في جنبي هنا براك حمام، بتنزل لي الصبح بدري في اي وقت يعني، لو انا مش فوق كل اي طيور بلاقيها على السطح. لو محط عيش ينشف على الفرن ولا حاجه، بيقعدوا ياكلوا فيه وينقروا فيه لحد ما ممكن يوقعوا يمين يوقعوا شمال. طلعت بقى وانا بكنس لميت كله زي ما انتوا شايفين كده، ما سبتش حاجه بقى، لميت كله في قلب شكاره عشان ايه ابقى استغله للطيور عندي. طبعا دوت بيتدش وبحطه بقى على شيشه وعلب، بحيث ان العليقه تتحط لهم ايه ناشفه، ما تحطوش حاجه طريه خالص يعني. انا بصراحه ما بحبش احط اي حاجه طريه، ولا احب ابل عيش ولا الكلام ده، ولا صيف ولا شتاء، لان الحاجات دي بتعمل لهم ديدان ونزلات معويه واسهالات، احنا في غنى عنها يعني. هلم بقى كل دوت، وبسم الله ما شاء الله زي ما انتم شايفين كده الدنيا بتروق اهي واحده واحده. طبعا في شكارة هنا، انا كنت مغيرة الفرشة بتاعة الحمام، لان انا حبستهم زي ما انتوا شفتوا في قلب عشش، علشان اجوز كل جوز لوحده. فكل يومين 3 كده مثلا بحط فرشة وبشيل فرشة يعني، بحيث انتوا عارفين ان الحمام لازم يبقى في نظافة على طول يعني، باستمرار تلاقوا مكانه نظيف، كل عين كده فيها جوز، فلازم ايه يبقى نظافة اول باول يعني زي ما بيقولوا. هلم بس الهيصة دي طبعا كده، بسم الله ما شاء الله. اصلا انا السطح مخليه فل شمعة منورة على طول.
بس حبيت برضو ايه اعيد عليه النهارده كده علشان لما اجي افرش حصيره ولا افرد حاجه، لان احنا كنا في طول الصيف مش عارفين نصور فوق خالص، بيبقى الجو حر جدا جدا فوق، يعني محدش يستحمل يطلع فوق. حتى الحصيره اللي كنت بفرشها يعني اتاكلت من الشمس. فدلوقتي طبعا الشتاء دخل، فتحبوا ان انتوا تقعدوا في الشمس يعني. فقلت بقى اظبط الدنيا واجهزها علشان باذن الله اعمل لكم فيديوهات الفتره الجايه. متنسوناش بقى باللايك والشير، ودعموني يعني دايما باللايك كده، وان كان كومنت كويس وحلو كده من عندكم، عشان بس ايه القناه ما تقعش اكتر ما هي واقعه والفيديوهات توصل لاكبر عدد من الناس يعني. بس انا بقى هحب اوريكم بقى حاجه كده جميله قوي، كان بقالي فتره كتيره ما طلعليش خير زي ما انتم شايفين كده. انا بعد ما خلصت بقى قلت بقى اقعد ايه اوريكم بقى الحاجات الجميله دي. شايفين ده بط صغير لسه فائس عندي. هصور لكم مراحله دلوقتي. انا صورت كام مقطع ليه على 3 ايام او 4 ايام يعني. ابتديت الاول احط لهم في سقايه صغنونه زي كده علشان ما يبردوش. طبعا انا علقت لهم لمضه في قلب عشه جوه، بحيث ان هي تدفيهم عشان الجو بالليل بيبقى ساقع قوي. حطيت لهم علف اللي هو السمسم الصغنن اللي هو الناعم. العلف ده بروتين 21، في 23 كمان، بيبقى اعلى بروتين. والسقايه دي صغيره. طبعا انا نزلت بقى ايه غيرت وقلت بقى ايه اقعد بقى في الشمس كده في شويه النظافه دول، بحيث ان انا ايه اخد برضو جرعه شمس شويه زي البط يعني. طبعا انا حبيت اخرجهم بس هويهم كده في الشمس عشان ياخدوا شويه كالسيوم، رغم ان هم اصلا المفروض بعد السبوع. بسم الله ما شاء الله هنا كانوا تموا 3 4 ايام ابتدوا يجروا ويروحوا ما شاء الله. ده مش ابوهم، ده كده مش ابوهم، بس ده يعتبر اخوهم يعني، احنا هنقول اخوهم. بسم الله ما شاء الله البطايه بقت حلوه كده وماسكه نفسها. بس طبعا هم ايه كانوا 7، بس فيهم واحده كده هي يعني طالعه من البيضه كده بتعرج يعني. سبحان الله رجليها كده ملوحه ملويه، عندها شلل ما تعرفوش عندها ايه، فتلاقوها بتزحف كده على الارض. بس ما شاء الله بتاكل وبتشرب بس ما بتكبرش. الزهر جالها شلل الاطفال وهي صغير يعني وهي صغيره. المهم ده طبعا قاعد هو ومراتاته هناك اهوت. طبعا انا قاعده مخليه بالي منهم، لان انا لو سبتهم هيفترسوهم يعني. الذكر اللي انتوا شفتوا ده ممكن ياكلهم اصلا يعني، ممكن يعني يموتهم كلهم. بط البلد اصلا عنده افتراس يعني. فطبعا انا خليت بالي منهم على قد ما اقدر. طبعا بحط لهم في الميه في الاول انتينال اللي هو مطهر معوي، وبعدين مضاد حيوي وتدرس سيكولين، دولت ما بستغناش عنهم. وبعدين بقى تبتدي تحطي فيتامينات واملاح كل 3 ايام 3 ايام كده، وبعدين ميه نظيفه بقى على طول. وكل فتره كده بقى اتبعي بقى كده ايه، لو تلاقيتي بقى اسهالات لقيتي اي حاجه تحطي دايما ايه فلاجيل. هنا بقى اخر مقطع دوت انا صورت لكم بسم الله ما شاء الله كانوا عدوا الاسبوع. هنا معاهم جوز غليل حمام ما شاء الله، فانا حطيتهم معاهم. طبعا هما دي اللنده اللي انا حطاها، هما بيتدفوا في قلب الحمام يعني، هما حابين يقعدوا معاهم. هوريكم برضو ايه تعرفي ازاي البطايه إن كانت حلوه ولا مش قد كده يعني. بسم الله ما شاء الله همسكها لك كده، لازم البطايه تكون ناشفه كده وجسمها ناشف كده، وتحس ان هي بتفلفص في ايدك كده. بسم الله ما شاء الله كده تكوينها حلو قوي. بصوا بسم الله ما شاء الله عامله ازاي، الله اكبر. بسم الله ما شاء الله حاجه كده عسل. فزي ما انتوا شايفين كده لازم تكون بطايه ماسكه نفسها كده. اول ما تفتحي عليها العشه تجري وتروح وتيجي تاكل وتشرب ما شاء الله يعني كده، بتبقى حلوه وبتبقى سلتها كويسه وما شاء الله بتبقى صحتها حلوه. فيا رب الفيديو يعجبكم. انا حبيت بس اصور لكم دي السلكات اللي انا عملتها جديده، وحبست كل جوز لوحده. وده كده فائس جوز اهو صغير صغير. ربنا يبارك فيه يا رب. واستنوني يا رب فيديوهات جديد اعملوا ما تنسوش اللايك والشير، واستنوني فيديوهات جديده. باي باي.